قصة نوح عليه الصلاة والسلام، وكيف انتهى أمره عليه الصلاة والسلام إلى أن أنجاه الله تبارك وتعالى ومن معه من المؤمنين من هذا الطوفان العظيم الذي عم أرجاء الأرض. ثم بعد ذلك نزل نوح عليه الصلاة والسلام من هذه السفينة، وكان معه من جملة من كان أبناؤه الثلاثة سام وحام ويافث، وقلنا بأن ولده الرابع وهو يام أو كنعان كما يسميه أهل الكتاب أهلكه الله تبارك وتعالى لأنه كان من الكافرين. ثم ذكرنا بأنه من أبناء نوح عليه الصلاة والسلام الثلاثة انتشرت الأمم وتكاثرت الذرية والبشر، كما قال الله تبارك وتعالى: قال يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى ممن معك. في هذا إشارة كما قال العلماء إلى أن الأمم انتشرت بعد ذلك في الأرض من ذرية نوح، ولذلك يسمى نوح صلى الله عليه وسلم بأبي البشر الثاني.